هنعمل النهاردة كيكة البرتقال القديمة بمقاديرها وبشكلها، حتى تقطيعة المربعات بتاعتها بالشكل القديم. كمان هنعملها بالفانتا او بالميرندا المتاح يعني عادي، مش بالبرتقال ولا بالبشر بتاعه. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي. هنبدأ بالمقادير. هنعمل كل حاجة في الخلاط. هبقى مجهزة 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، واحط عليهم شوية فانيليا سواء بودر سواء سايل عادي، كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه على زيت، وكوبايه الميرندا او الفانتا المتاح منهم عادي. كل ده بنفس الكوبايه، يعني عشان تبقى المقادير مظبوطه تبقى هي نفس الكوبايه. هنضرب كل المكونات في الخلاط كتير لحد لما يدوبوا خالص خالص ويندمجوا مع بعض بالظبط بنفس الشكل ده كده. وبعد كده بقى هبقى مجهزه كوبايتين دقيق انا نخلاهم، وحاطه عليهم معلقه بيكنج باودر كبيره. هقلب المكونات الجافه مع بعض، ممكن احط رشه ملح، ممكن ما احطهاش عادي. وبعدين احط عليها السوائل اللي في الخلاط. وبعد كده بقى هقلب تقلبتين كده بالراحه خالص لحد بس لما الدقيق يبقى مش ظاهر، يعني لما الدقيق يختفي خالص، مش مجرد ان انا بقلب بس، انا مش عايزه بس الدقيق يبقى ظاهر خالص. بعد كده هجيب البايركس عشان تطلع بالشكل المربع او بصينيه مربعه عادي، وبعد كده هبقى ارشه بالزيت او بالسمنه، وهقلب فيه المقدار بتاع الكيك. انا هبقى مسخنه الفرن على درجه حراره 180 من اول ما بدات اعمل الكيك اصلا زي ما احنا متعودين. وبعد كده بقى هحاول اخرج الهواء من الصينيه، وهدخل الصينيه في الفرن. هتقعد تقريبا من نص ساعه ل 40 دقيقه. وعايزه اقول لكم ان هي ريحتها وطعمها حلوين جدا جدا، هشه وطريه ومرتفعه خالص. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم فيها ايه.